حقق النادي الأهلي فوزاً ثميناً على نظيره بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري. وسجل وسام أبو علي هدف الأهلي الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 28 من عمر المباراة. أكمل بيراميدز المباراة ب10 لاعبين بعد طرد محمد الشيبي في الدقيقة 80 بعد تدخله على حسين الشحات. كما أكمل الأهلي المباراة ب10 لاعبين بعد طرد خالد عبد الفتاح في الدقيقة 90 بعد حصوله على بطاقتين صفراوين خلال اللقاء. وكرر الأهلي فوزه على بيراميدز بعد 10 أيام تقريبا من فوزه على الفريق الأزرق في مباراة الدور الأول التي انتهت بنتيجة 3-2، ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من 26 مباراة، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 69 من 29 مباراة في صدارة الدوري. كاد النادي الأهلي أن يتقدم مبكرا في المباراة بعد مرور 3 دقائق بعدما حول إمام عاشور كرة عرضية لعبها خالد عبد الفتاح برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة علت العارضة العلوية وهدد محمد الشيبي مرمى محمد الشناوي بعدما سدد كرة قوية أرضية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الشناوي تصدى للكرة ببراعة وسقط وليد الكارتي لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع كريم فؤاد وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء لفريق بيراميدز، ليذهب الحكم إلى تقنية الفيديو لمراجعة اللقطة. وقرر حكم اللقاء عدم احتساب ركلة جزاء لصالح بيراميدز بعد مراجعة تقنية الفيديو ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين. وتمكن وسام أبو علي لاعب الأهلي تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 28 بعدما تلقى تمريرة رائعة من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء وحولها بتسديدة يسارية رائعة إلى داخل شباك نادي بيراميدز. وأهدر محمود زلاكا لاعب بيراميدز البديل فرصة هدف محقق بطريقة غريبة في الدقيقة 63 من عمر المباراة بعدما وصلت له تمريرة من فخري لاكاي داخل منطقة ال6 ياردات ليحولها بتسديدة على مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي. وشهدت الدقيقة 70 من عمر المباراة مشاركة رمضان صبحي بدلا من بلاتي توريه ليسجل أول مشاركة له بعد رفع الإيقاف عنه. وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه محمد الشيبي بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 80 لمراجعة لحظة تدخله على حسين الشحات بخشونة. وسدد فيستون مايلي مهاجم بيراميدز تسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ولكن الكرة علت مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي. وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي في الدقيقة 90 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخله القوي على محمود زلاكا لاعب بيراميدز. أهدر محمود كهربا فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 90+12 من عمر المباراة بعدما تلقى تمريرة بينية من أفشة داخل منطقة الجزاء، ولكنه سدد كرة علت المرمى.